السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد جميل اسمه أنس، كان مؤدب ولطيف جدا، بيحب يروح المدرسة وبيلعب بالكورة، وكان مبتسم دايما. أنس كان شاطر جدا في المدرسة وكمان في الرياضة، وبيحب يساعد كل أصحابه لما حد منهم بيطلب منه حاجة، وكان بيتفق مع أصحابه دايما يلعبوا بعد المدرسة مع بعض، لكن بشرط إنهم يخلصوا كل الواجب اللي وراهم. وفي يوم في المدرسة أنس كان بيلعب مع أصحابه، وكان في ولد عطشان. أنس قاله ياخد مية من جنب شنطته. راح الولد يجيب المية من جنب الشنطة وشرب منها، لكنه مسك شنطة أنس وقعد شوية يبص عليها. أنس لاحظ نظرات صاحبه وسأله لو في حاجة بيبص عليها. الولد كان متردد، لكنه قال إن دي نفس الشنطة من السنة اللي قبلها. أنس قاله فعلا هي نفس الشنطة بتاعتي من قبل كده. صاحبه قاله طيب ليه السنة دي ما جبتش شنطة جديدة؟ أنس قاله عادي، الشنطة حلوة ومش مقطوعة، وعشان كده استخدمتها تاني طالما هي لسه كويسة. ورجعوا كملوا لعب، لكن أنس كان بيفكر في كلامه مع صاحبه. لما روح البيت طلب من ماما يحكي لها عن حاجة ضايقته، قال لها على اللي حصل وإنه مش متضايق من شنطته أبدا، لكن كلام صاحبه خلاه يحس إنه مختلف عن أصحابه جدا، وإنهم كلهم جايبين شنط جديدة حتى لو القديمة سليمة، وإنهم ممكن يتريقوا عليه عشان ما عندهوش واحدة جديدة. ماما قالت له إنها مبسوطة جدا من رده على صاحبه، وإنه مش متضايق من شنطته، وحكالها على اللي ضايقه، بس مش عاوزاه يتضايق أبدا وما يهتمش برأي غيره. طالما بيعمل حاجة مقتنع بيها يبقى ما يشغلش باله، ومش معنى إنه ما جابش شنطة جديدة يبقى ده عيب فيه. بالعكس، هو بيعمل حاجة كويسة، مش مهم صاحبه هيقول ايه. ولازم يعرف دايما ان طالما الحاجات حالتها كويسة نقدر نستخدمها تاني، لان ما ينفعش نفضل نشتري حاجات احنا فعلا مش محتاجينها. بالعكس، نحاول نحافظ على حاجتنا ونستخدمها بحكمة، وكمان نساعد غيرنا من اللي ما يقدروش يجيبوا نفس الحاجة. وبدل ما يشتري شنطة جديدة كل سنة ويغير فيهم، ممكن يجيب للطلاب اللي محتاجين حاجات يتبسطوا بيهم. أنس اتبسط من كلامه مع مامته واقتنع بكل حاجة قالتها، وبقى واثق في نفسه أكتر لأنه بيعمل حاجة مقتنع بيها. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.